واحد كتب كتاب عن الحرب، لكن الناس اكتشفت انه مش بس ينفع للمعارك، ده كمان ينفع في الحياة. ما اصل الحياة معركة. وبقى اشهر كتاب تنمية بشرية في الحياة كتاب فن الحرب لتسنزو بالمختصر المفيد. من حوالي 2500 سنة ظهر واحد من أعظم العقول العسكرية في التاريخ، القائد والاستراتيجي الصيني تسنزو. الراجل بعد ما دافع عن مقاطعة وو قدام جارتها تشو، معلش يا جماعة أصل أنا ثقافة روسي زي بوشكين. المهم يعني إنه بعد ما كسب كتب كتابه المشهور اللي اتعرف باسم فن الحرب. الكتاب بيتكون من 13 فصل وفيه تقريبا 21 مبدأ، كل فصل بيتكلم عن جانب مهم من جوانب القتال، وزي ما بنقول كده غير شكل الحروب للأبد، من الساموراي اليابانيين لحد جيوش نابليون. الكتاب ده كان مصدر إلهام لكل قائد عسكري عايز ينتصر. ومش بس كده، تأثير الكتاب خرج بره سكة الحروب، دخل مجالات السياسة والرياضة والبيزنس وغيرهم كتير، ولحد النهارده بنشوف أفكاره في أي حاجة فيها صراعات ومنافسة. سينزو كان شايف إن الحرب مسألة حياة أو موت، أمان أو دمار، وعشان كده مفيش مجال إنك تستهين بيه. فلسفته كانت بسيطة بس عبقرية. لو مشيت ورا تعاليمه صح النصر هيكون مضمون. واحدة من أهم نصايحه تجنب القوة واضرب في الضعف، اللي احنا بنقوله ببساطة اضرب المربوط يخاف السايب. كمان كان سينزو بيؤمن ان الانتصار الحقيقي مش بس انك تدخل معارك كتير، لكن انك تكسب بأقل خسائر ممكنة. بيقولك ان التفوق الأعظم انك تكسب العدو من غير ما تحاربه أصلا. وازاي؟ بسيطة، اعرف عدوك كويس. لو خصمك مغرور اتظاهر بالضعف وخليه بقى هو يستهين بيك. لو هو مرتاح فاجئه بالهجوم، ما تسيبوش يرتاح لحظة. ولو قواته متجمعة فرقهم حتة حتة. تعالوا نشوف مثال تاريخي. في معركة ماراثون الأثينيين كانوا شايفين إن الهزيمة قريبة، خدوا قرار مجنون، هجموا فجأة على الفرس وهم لسه تعبانين ونازلين من السفن، وكل ده بعد شهر في البحر. سينزو قالها من بدري، لو تعرف عدوك وتعرف نفسك مش هتخاف من نتيجة 100 معركة. وفي الستينيات حرب فيتنام كانت درس عملي لفلسفة سينزو. بدل ما الفيت كونج يواجهوا أمريكا فارس لفارس، استخدموا حرب العصابات، ضرب وهروب، كمان تفجيرات حتى تحت الأنفاق في الأرض. مع إن هم كانوا أقل في العدد وفي التسليح، إلا إنهم اتسببوا للأمريكان في خسائر تقيلة جدا. وده بيأكد كلام سينزو، الأهم في التفوق على عدوك بالعقل مش بالقوة. مش بس كده، لكن في الحرب العالمية الثانية في غزو النورماندي الحلفاء عملوا خدعة ضخمة، خلقوا جيوش وهمية في اسكتلندا وابتدوا يعملوا محادثات إذاعية غلط، صوروا دبابات وطائرات منفوخة وخدعوا الألمان اللي راحوا استنوا غزو وهمي في الشمال. وفي نفس الوقت الهجوم الحقيقي كان بيحصل في النورماندي في الجنوب. وبرضه الخداع الاستراتيجي في حرب 6 أكتوبر، الخداع، التمويه، تفرقة قوات العدو، كل دي تكتيكات طبقوها حرفيا من فلسفة سينزو. لولا الخداع كان ممكن مصير الحرب يتغير تماما. وفي النهاية سينزو علمنا ان الحرب مش دايما مع اللي معاه جيش اكبر، الحرب للعقل الذكي. طيب ايه هي المبادئ بقى؟ واحد، اعرف نفسك واعرف عدوك وما تخافش من اي نتيجة معركة. معرفة نفسك يعني تعرف حدود قوتك ونقط ضعفك وقدراتك الحقيقية. من غير الفهم ده خططك هتقع ومش هتعرف تتصرف بثقة ولا تتأقلم مع التحديات. ومعرفة عدوك يعني تكتشف نواياه وقوته ونقاط ضعفه عشان ما تتفاجئش بتحركاته. لما توازن بين الاتنين هتبقى ماسك زمام اي موقف، لان مفيش معركة هتخسرها وانت فاهم نفسك وفاهم كمان اللي قدامك كويس. اتنين، اعلى فن في الحرب هو انك تغلب عدوك بدون قتال. الحل الاذكى والاشيك انك تتجنب المواجهة على قد ما تقدر، بالاقناع والخطة الذكية. بالفهم العميق بتنتصر اكتر من القوة الغاشمة. دور دايما على حلول تحافظ على طاقتك ومصادرك وعلاقاتك. 3، الفرص بتتضاعف لما تبدأ تاخد خطوات، كل خطوة بتاخدها بتفتح لك أبواب جديدة. التردد بيموت الفرص، أما الفعل بيخلق فرص أكتر وأكتر. خليك دايما في حالة حركة. 4، كل الحروب مبنية على الخداع. في الحياة ساعات لازم تبين الأمور بشكل مختلف عن حقيقتها. لو كشفت كل أوراقك بدري ممكن تخسر. اتحكم في القصة اللي بتحكيها وخليك دايما سابق بخطوة. 5، وسط الفوضى بتظهر الفرص.
لما الدنيا بتبقى مقلوبة الأذكياء بيلاقوا فرص وسط الزحمة. الفوضى بتخوف كتير، بس الهدوء والتركيز في وسط الفوضى دي بيجيب أعظم الإنجازات. 6. اللي هيكسب هو اللي هيعرف إمتى يحارب وإمتى لأ. مش كل خناقة تستاهل مجهودك، خليك حكيم. انسحب لما تحس إنك لازم تنسحب، وحارب لما يكون مهم بجد. 7. اظهر في الأماكن اللي عدوك لازم يدافع عنها، وامشي بسرعة الأماكن هو مش متوقعك فيها. عنصر المفاجأة دايما في صفك، خليك متغير ومش متوقع، واضرب في أضعف نقطة. 8. السيف مهما كان حاد لو نزلته في المية هيصدي. الإهمال بيهدم أي حاجة قوية. علاقاتك ومهاراتك وأدواتك محتاجة اهتمام مستمر. اشتغل على نفسك دايما وما توقفش. 9. ما تكررش نفس التكتيك اللي كسبك قبل كده. الدنيا بتتغير، واللي نفع امبارح ممكن يفشل النهارده. لازم تكون مرن ومستعد دايما للتطوير. 10. القائد الحقيقي بيقود بالمثال مش بالقوة. الناس بتمشي باللي بيطبق اللي بيقوله مش بس اللي بيؤمر. خليك قدوة بأفعالك قبل كلامك. 11. خلي الناس دايما تتوقع منك الحاجة اللي هم عايزين يشوفوها، اديهم اللي مستنيينه، وخليك بتحضر للحظة اللي بتفاجئهم بيها لحاجة غير متوقعة. التوقعات بيخليهم يطمنوا، وده بيديك ميزة عليهم. 12. فكر كويس قبل ما تتحرك. القرارات السريعة من غير تفكير بتكلفك كتير. خد وقتك، خطط صح، وبعدها اتحرك بسرعة وحزم. 13. المقاتل الشاطر هو اللي بيخلي عدوه ينزل الساحة مش العكس. لما تتحكم في الزمان والمكان تبقى ماسك زمام المعركة، ما تسيبش غيرك يحدد لك شروط اللعبة. 14. السر كله انك تلخبط العدو، ما تخليهوش يفهم نيتك. الغموض قوة، خليه دايما يتوقع غلط، وساعتها هتبقى انت اللي ماسك كل الخيوط. 15. اللي عايز يحارب لازم يحسب التكلفة كويس الأول. كل قرار ليه تمن، ما تتسرعش وتدخل معركة قبل ما تحسم خسارتها. 16. لما تكون قوي بين انك ضعيف، ولما تبقى ضعيف بين انك قوي. اللعب بالمظاهر بيديك أفضلية، اخدعهم بذكائك وخليك ماسك الموقف. 17. النصر من نصيب اللي مستعد يدفع الثمن. النجاح محتاج تعب وتضحية، مفيش حاجة بتيجي بنص مجهود. ادي كل اللي تقدر عليه والنتائج هتيجي كده كده. 18. لو كنت سريع هتنجو، لو اتأخرت هتضيع. السرعة مش تهور، السرعة انك تكون جاهز. اتحرك وقت اللزوم، اللي بياخد الفرصة بسرعة بيكسب. 19. ابني لعدوك جسر ذهبي ينسحب عليه. حتى لو انت كسبان خليك شريف وسيب لهم هروب مشرف. انك تحاصر حد من غير مخرج بيخلق اعداء ملهاش لازمة. القوة الحقيقية انك تعرف امتى ترحم. 20. الطاقة شبه شد القوس، والقرار شبه اطلاق السهم. التجهيز بيبني القوة، والتنفيذ هو اللي بيخليها انجاز. جهز نفسك كويس، لكن لما يجي وقت التحرك اتحرك من غير تردد. 21. المحارب الذكي بيفرض ارادته على عدوه وما بيسمحش بالعكس. التحكم هو مفتاح الفوز، ما تبقاش ابدا رد فعل للي بيحصل حواليك. اصنع انت شكل المعركة على مزاجك، وخليك دايما سيد الموقف. فن الحرب مش بس كتاب عن المعارك، ده كتاب عن الحياة نفسها. لو عجبك الفيديو اعمل شير ولايك واشترك على القناة وحاولوا تقروها، ولو ما عرفتوش اديكم خدتوا مختصر مفيد عنها، يمكن يساعدكم الفيديو ده في يوم من الايام انكم تقروها. واشوفكم قريب بمختصر مفيد مع احمد حسن.